مش عارفين نقول ايه. ليه يا فانتازيا بتعملي فينا كده؟ الواحد عادة يعني بيخش يتكلم عن الجولة. آه، يعني ممكن اعدي اليوم اللي اتلعب فيه الماتشات واعمل تاني يوم الحلقة وبتاع، فاهم؟ النهارده ما قدرتش استحمل، ما قدرتش بعد الماتشات بتاع امبارح والنهارده ما قدرتش استحمل، مش قادر. مش قادر. مش معقول والله اللي بيحصل ده، سوء حظ انا ما شفتوش، ما حصليش قبل كده من ساعه ما لعبت اللعبه. ما عنديش اي توفيق تماما. انا نفسي يا جماعه بجد اصيح، واللي هو مش عارف اعمل ايه، عارف من جوه نفسي كده متثبت تثبيته مش حلوه خالص. اه، بهدلتني الجوله دي، مش عارف ليه فجاه كده الدنيا بقت مش تمام كلها. انا هقفل بقى الموسيقى دي عشان اخش اقل ادبي على اللعيبه، عشان انا مش قادر اتعامل باحترام، هموت. يا ريت تكملوا بقى الفيديو ده معايا وتدعمني عشان انا خلاص هخش في صياح يزعل. يلا بينا نخش على القرف. هي الفانتازيا عايزه مننا ايه؟ ما تيجي نفكر كده مع بعض، الفانتازيا عايزه مننا ايه؟ يعني عايزانا مثلا نبطلها مثلا، انت مثلا، ولا هي بتقسمها مثلا شويه، مثلا ايه فوق وشويه تحت، واللي هو فاهم ناس ما بتلعبش، الناس مثلا ناسيه الجوله اصلا، ناسيه اللعبه كلها، عندها بالخمس ست لعيبه والاربع ثلاث لعيبه اللي عندها اللي هم جايبينهم من اول جوله، اللي باقيين ما اتصابوش يجيبوا لهم مثلا بال50 نقطه، وناس عماله تهري وتتعب في نفسها وتروح وتيجي وتسمع اخبار وتجيب وتعمل عشان في الاخر لا شيء. لا شيء. مفيش اي حاجه. انا مش هزود كتير في الكلام وهنخش على فريقي اللي انا مش عارف، انا محتاج بجد يا جماعه تقريبا ماينس 75. انا فعلا تقريبا هعمل الجوله الجايه ماينس 8 او 12 بجد، مش هزار، لان انا خلاص زهقت من اللعيبه وزهقت من اللي حصل فيا ده اب نورمال غير طبيعي. ما ينفعش ان هو يحصل في الفانتازيا كتير، انا بلعبها بقالي سنين، اول مره اجيب النقط دي واول مره يحصل معايا الموقف ده. انا بشوفه الناس بس يعني ان يحصل لي انا شخصيا ما جربتوش، فما حب ما حسيتش الاحساس ده، ما جاليش الغل ان انا اطلع اتكلم بالطريقه دي يعني. زي ما انت شايف فريق الجميل جايب لغايه دلوقتي 29 نقطه، كل اللعيبه لعبت بالكابتن بكله، وطبعا الاثنين اللي ما لعبوش هينزلوا مكانهم اتنين من بره بنقطتين، يعني هجيب 31 نقطه، غالبا هنزل من 500,000 هطلع على فوق المليون تاني بعد ما اجتهدت وعملت شغل يعني كتير عشان اوصل للرقم ده، وعايز انزل فجاه اللعبه لوحدها بقى. انا مش عايز حاجه منك، انا كده كده هدمرك، هخليك تكره اللعبه، هخليك تنساها بقى انساها وشوف حياتك بقى، وانت لسه داخل وبلاش تدخل نفسك في القصه دي. فبتديني زي ما انت شايف كده. اول حاجه زي ما انت شايف هنبتدي بحراسه المرمى، بتروفيتش ودفاع بورنموث في العموم. انا مش عارف فيه ايه يا جدعان، ايه الماتش ده؟ يعني ايه بورنموث بالقوه دي تخسر 4-0 من استون فيلا؟ حد يديني بس معلومه. وبقى ايه من سوء الحظ الغريب اللي من غير مفهوم ان سيمينيو مثلا تجي له ضربه جزاء ويقوم مضيعها. سيمينيو مش هيفرق كتير مع ناس كتير، بس يا اخي انت محتاج اي نقطه في الجوله دي، اديني اي حاجه. عادي يجيب نقط زي ما الناس تجيب، مش مشكله، بس عايز انها جايب اي رقم. لا يضيعها ويطلع لك بصفر. فيبقى عندي بتروفيتش جايب لي واحد وسيمينيو جايب لي صفر، وهم بيلعبوا استون فيلا. تاني حاجة الأكثر شراء والأكثر امتلاكا في اللعبة، تاني واحد أو تالت واحد، تاني واحد تقريبا هو مارك جويه، اللي المدرب الكذاب المعفن بتاعهم، المدرب اللي مش عارف أقول فيه إيه، مش عارف يعني، فاهم؟ كالم داون مش عارف أقول إيه بجد والله. اللي هو ما قالش في المؤتمرات الصحفيه احنا بنتابعها وبنشوف لو في اصابات، لو في حد مهم في الفريق اساسي لازم المدرب يتكلم عنه، لا ما قالش. انا هخبي ومش هقول، ويجي ما يلعبش اصلا، ما يلعبش وبره القايمه اصلا. يا نهار اسوح، ايه اللي بيحصل ده؟ مفيش. فطبعا لو جه كلين لكريستال بالاس زي ما حصل، لو معاك بقى من او الجون او اني واي، انا هزعل جدا. طب ليه؟ ما انا معايا هو لعيب وبيلعب كل ماتش اساسي. لا ما تفهمش ايه، احنا المدرب قال لا انا ما في حاجه غلط، هو تقريبا جات له كحه قبل الماتش على طول فنطلعه.
وجابرييل جابرييل مجراشي، جابرييل اللي كل جوله نقط واوعى، وجبته الجوله اللي فاتت وفرحت جاب لي 12 نقطه، واول 12 نقطه امسكهم من مدافع في الجوله، وقلت خلاص بقى. ده انا يا اخي كنت بفكر فيك كابتنك يا اخي، ده انا كنت بفكر اعملك كابتن يا اخي. يقوموا مرزوعين 2-0 من ساندرلاند. لا وساندرلاند كانت هتجيب اكتر، ما استقبلوش في ال 11 ماتش 3 ماتشات منهم جونين تقريبا من ساندرلاند. طب ايه انا مش فاهم، ويطلع لك بنقطه وياخد، وحالته خرا ولا تدخلات دفاعيه ولا اي حاجه في الدنيا، مفيش اي حاجه في الدنيا بيعملها. ما اعرفش ايه ده. وهارد لك طبعا الناس اللي كابتنته ما اقدرش الومهم، لان هو ما اقدرش الومهم. وعشان بونج طبعا اللعيب اللي انا جايبه من تشيلسي عشان اعمل بيه مغامره وبتاع، هو بزعلني، بس انا في العموم كنت منزله على اساس ان ممكن ينزل ممكن لا، فلو ما نزلش ينزل لي فان دايك اللي جايب لي نقطه من بره. فطبعا الكنين زي ما انت شايف جايب لي 0-0-1-1، وبعد ما ينزلوا الاثنين هيبقى 1-1-1-1. رقم 0-11 ممتاز، بدايه 4-1 0-4-1. نخش على خط النص، خط النص الفظيع، خط النص اللي دافع فيه شويه فلوس حلوه، يعني دافع شويه فلوس محترمه بقى. صلاح معرفش ماله، انا مش عارف ماله، انا مش عارف محمد صلاح ماله بصراحه. تقريبا نسي اللعبه، نسي الفينش. انا يا جماعه كنت بفنش ازاي؟ انا كنت بلعب باصي ازاي، اللي هو الثرو بتاعه الغريب ده اللي انا كنت بميزه بيه، انا كنت بلعبه ازاي الثرو ده؟ لما انا بلعبه هو مش جاي ليه؟ كل مره يخبط. طب انا ايه ده ازاي مش جاي ليه؟ طيب مفيش بقى، وطلع لي بنقطتين وحاجه هم. وهو طبعا انا للاسف لازم امشيه من عندي عشان افك الازمه دي بماينصات كتير، عشان اجيب شويه لعيبه تلعب معايا، لان بالشكل ده انا بضيع. سيمينيو طبعا زي ما قلت لك ضيع ضربه جزاء ومش عارف ايه، ومفيش كلين وقرف، وطلع بصفر. ايزي اللي انا نفسي اغوره في 60 خراره. يا عم انت بتلعبه فين يا عم ماريسكا؟ يا عم ماريسكا فوق بقى يا عم ماريسكا. انت بتلعب، انت هو اللهو الخفي، هو ايه اكسبه ايزي؟ يعني ايه عمليه ايه اللي يبصي اللي يلاقي ايزي يكسبه؟ هو ايه يا جدعان ده؟ بيلعبوا في مكان غريب جدا، مكان مختفي دايما، مفيش اي حاجه. طب انا جايبك ليه يا بابا؟ انا جايبك عشان انت خطير وبتشوط، مفيش، ما بتستلمش اصلا، وخلاص بقى بيطلع في البدري، والنهارده سابه كده تفاريحي الماتش اللي فات، وبرده طلعه عادي وما فيش اي حاجه خالص وعلى الابيض. وبرده اول ناس اللي ان شاء الله هتغورها في داهيه، وادي الاثنين ترانسفير، ويبقى شويه فلوس بقى اروش بقى على الفريق عشان انا تعبت بصراحه. وطبعا جارنر ما اقدرش الومه، ده احسن واحد عندي في خط النص والدفاع. جارنر اللي ابو 5 مليون جايب لي 3 نقط من كلين شيت ايفرتون. يا سبحان الله يا رب، سبحان الله. وخط الهجوم يعني اللي هو ايه، بينقطني. جواو بيدرو بيعذبنا، هو اكتر واحد جايب لي في الجوله، بس راجل بيعذبنا. انا مش عارف ليه كده. برضو بعد الجون اللي جابه كان جاله برضو جون تاني سهل قوي، حطها في بطن الجون كده بسهوله. ليه يا عم؟ ليه بتعذب فينا كده يا عم عشان تدينا نقط؟ 7 نقط والحمد لله. فولت ميدا اسيست. وطبعا الفريق كله جربان، وانا قلت اصلا في توقعات الماتشات انه هيخسر من بينتفورد 2-1 وخسر و3-1، ودمبابه اتطرد ويدفعوا نزال خرا ما حدش يعتمد عليه اصلا لغايه اخر السنين بقى لما نفهم له. ونيكروس بوب طلع ورامز ديل نزل، ما تعرفش مين اللي هيبتدي الماتش الجاي، فاللي معاه اصلا الجون برضه يخلص منه. وحاجه زي الخرا، والراجل عمل لي اسيست كده بالحب، الكره اللي وصلت له او كورتين، هو حرفيا بيوصل له كره او كورتين في الماتش، فبيحاول وجاب لي 5 نقط. وهالاند طبعا انا مش عارف اقول ايه عليه برضو، يعني احنا عاملينك انت المنقذ لينا تقوم جاي. ما هو ده السوق الغريب، يعني سوق غريب. في الماتش بتاع المانيو سيتي وليفربول ده يا جماعه المفروض اطلع بشويه نقط كويسه. يعني جونين هالاند اللي هو ضربه الجزاء اللي ضيعها الغريبه، ضربه جزاء يروح يضيع ضربه جزاء، ما انت بتعرف ازاي الثانيه وبتمشي. لا انا النهارده هغير عشان تتصد، معلش عشان هي الجوله بقى، هو انا هكملها عليك؟ هو انا هسيبها لك كده؟ لازم تاخد يعني. يقوم جاي يعملها ويقوم معوضنا بجون، فيبقى طالع ب8 نقط بالكابتنه، حاجه كده ايه زي صباح الفل يعني. وطبعا في نفس الماتش محمد صلاح عمل اسيست لفان ديفين اتلغى ليه يا جماعه؟ اتلغى ليه؟ فان ديفين مثلا دخل ضرب بتاع في حاجه، صلاح كان اوفسايد، لا اتلغى عشان خاطر لعيب بيعدي فوطه كده في حاجه بوقت الجون فاتلغى. انتوا متخيلين اللي انا فيه؟ فالجون اتلغى اللي هو اسيست صلاح، اللي انا بتمنى اي نقطه من اي لاعب كان هيجيب لي 3 4 نقط 5 نقط كمان ويشدوا معايا، لا اتلغى. وصلاح من بعدها خلاص على الله حكايته، راح بانفراد. هو نسي الفينش، هو الراجل بيلعب ونسي الفينش بس ببساطه جدا.
وخلاص، وهي دي الجوله، وجوله اسوأ جوله ليا في تاريخ اللعبه، اسوأ من الجوله بتاعت الجوله الثالثه او الرابعه والثانيه اللي انا كنت بصيح فيها. دي مش صياح، ده الصياح الحقيقي، وده اللي حصل لي في الجوله دي، وحسبي الله ونعم الوكيل في الفانتازيا، وهنمسحها خلاص، ولما نشوف اخرتها معاها ايه. سلام عليكم.